إني الدكتور خالد سليمان مرشح ائتلاف وحدة العراق عن محافظة الأنبار وتسلسلي 4. رشحت لانتخابات مجلس النواب العراقي التي ستجري بإذنه تعالى في 7 من شهر آذار لهذا العام. وحقيقة نحن نوجه خطابنا إلى شعبنا العراقي الصابر المحتسب، لأن المرحلة جد خطيرة والمرحلة حساسة تتعلق بتاريخ العراق ومستقبله. هذا الشعب الذي صنع الحضارة وأبدع أول دستور وأنشأ أول قانون، جرت على أرضه أول عجلة، والأرض التي اكتشفت فيه المعرفة والصناعة والزراعة والقوانين، الأرض التي شهدت الفلسفة والأدب والشعر وغير ذلك من الفنون والآداب. هذا الشعب العريق الذي يستحق كل الخير. حقيقة أطلقنا برنامجا سياسيا فاعلا يعبر عن ائتلاف وحدة العراق، منطلق من الأزمة التي تعيشها بلادنا اليوم، حيث الاختناق الكبير في البلاد. فبلادنا لم تتحول إلى اليوم إلى دولة مواطنة، إنها دولة تجتالها الميليشيات وفرق الموت والمحاصصات الطائفية والعنصرية والفئوية، دولة يستشري فيها الفساد المالي والإداري، دولة تقهقرت كثيرا وانقطعت عن عالمها العربي والإسلامي، دولة فيها جيش غير مهني وغير كفؤ، المنظومة الأمنية في البلاد متفككة، نظم التعليم والتكنولوجيا تأخرت كثيرا. العراق الذي تدفقت فيه الكهرباء إلى بغداد في سنة 1917 وأنشئ جيشه وشرطته الوطنية في عام 1921، وكانت جامعات بغداد تخرج الأطباء والمهندسين في عشرينيات القرن الماضي، وكانت الخطوط الجوية قد أسست في سنة 1937، وأسس مجلس الإعمار والبرنامج النووي السلمي في سنة 1953، والتلفزيون في 56 والإذاعة في 34. هذا البلد الثري حقيقة بالمعرفة والصناعة والتكنولوجيا أصبح متأخرا كثيرا. فنحن اليوم كدولة في نهاية السلم حقيقة. دول مجاورة حولنا تقدمت وسبقت أوروبا في الاتصال والمعرفة ونظم التعليم والرعاية الصحية، وتخلف العراق كثيرا مع الإمكانات الكبيرة. فالعراق يجري فيه نهران من 7 أنهر تجري طوال العام في العالم، وكما يقول الاقتصاديون بأن آخر برميل للنفط سيصدر من العراق بإذنه تعالى. البلد الذي يقع هذا الموقع الكبير، الموقع الاستراتيجي الكبير، يفصل العالم الغربي عن الشرقي ويفصل الشمال، يربط الشمال بالجنوب. هذا البلد المتمكن حيث المعادن الكبيرة وحيث الإمكانات الكبيرة والثروات الكبيرة، وفوق ذلك ثروات الإنسان. فالخبراء من أهل البلاد الذين تخرجوا من كلياته وانتشروا في أقطار كثيرة فكانوا سببا في نهضة حضارية لأقطار شتى، العراق هو أولى بهم اليوم حقيقة. كل هذه الأمور، ولكن العراق اليوم فيه جيش من العاطلين وملايين من الأرامل والأيتام والمرضى والمعوقين والمحرومين والمحتاجين في بلاد فيها ثروات كبيرة. الميزانية في العراق تقدر بأكثر من 70 مليار دولار في العام حقيقة. ثروات كثيرة، ولكننا نحتاج إلى تقديم القوي الأمين الحفيظ العليم، نحتاج إلى بناء دستور جامع نتوحد عليه جميعا، نحتاج إلى بناء مؤسسات دولة تعايش، ليست دولة محاصصات ولا دولة فئات ولا دولة طوائف ولا دولة قوميات. نحتاج إلى دولة مواطنة، دولة مدنية دستورية حضارية يعيش الإنسان العراقي فيها مكرما محترما، له حقوقه وحرياته المكفولة وفق الدستور. نحتاج إلى تقديم الخدمات للناس وليس فقط الشعارات، نحتاج إلى الشيء الكثير. فنحن بهذه المناسبة ولنا برنامج سياسي فعال يمكن اطلاعكم عليه. نحن بهذه المناسبة نوجه خطابنا إلى شعبنا العراقي من الرجال والنساء، من الشباب الذين هم عماد المستقبل، من المهنيين والأطباء والمهندسين والأساتذة والمحامين وشيوخ العشائر وعلماء الدين. ونوجه خطابنا كذلك خاصة إلى شعبنا العريق وإخواننا وأخواتنا في محافظة الأنبار أن يلتفوا حولنا ويتعاونوا معنا في إنجاز هذا البرنامج، لأننا حقيقة
إن شاء الله حملت مشروع نريد أن نعمل جميعا بكم ولكم في إحداث التغيير والإصلاح والانطلاق بالعراق نحو عهود التنمية والإبداع والعمران والازدهار وخروج القوات الأجنبية وعودة العراق بلدا مستقرا مستقلا آمنا. أتمنى للجميع التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.